السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله كلكم بخير. معكم أخوكم فلسطيني من غزة، من حي الشجاعية. طبعا يا إخوان، اليوم راح نكمل في المباريات الودية، واليوم حيكون يا إخوان حنستضيف المنتخب الروماني. طبعا إحنا يا إخوان لعبنا أمام المنتخب الدنماركي، فزنا بالسبعة. أمام المنتخب الجورجي فزنا عليه 1-0، وأيضا على منتخب سلوفاكيا فزنا 1-0، وعلى منتخب صربيا 2-0. فاحنا يا اخوان مع المنتخب بلدي بشكل عام مقدمين اداء اسطوري يا جماعة. اذا انا فلسطيني وبقول منتخبي حاليا في الواقع وفي اللعبة منتخب متطور جدا 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 جدا، يلعب كرة استثنائية، كرة جميلة. والكرات اللي احنا نقدمها هي كرات تعتمد على البناءات، هجوم قوي ودفاع محكم يا اخوان. فاذا احنا مصالح ان شاء الله منتخبنا اشوفها في افضل المراكز باذن الله، ويقدم اداء اسطوري مشان يتأهل للادوار اللي بعدها او للبطولات او تصفيات وما شابه للكأس اسيا للحين اللي فكذا. ونقطة تصوير نرجعكم. فمن الحكي هذا تمام يا اخوان. لكن قبل ما يبدا يا اخوان مقطعنا لليوم، لا تنسى زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات. وأهم شيء يا اخوان ندعو لبلدنا ولأهلنا ولشعبنا، والله يفك الأزمة عليهم، والله ينصرهم وينصر مجاهدين في الميدان. يا اخوان مقاومتنا الحين بتخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال متواجدة في جنوب من قطاع غزة، وأيضا وسط قطاع غزة وكل غزة. يا اخوان ادعوا لهم، الله ندعو لهم بالنصر والتمكين والثبات، وان شاء الله ربنا بينصرهم ويفتح عليهم ويبعث لنا خبر نصر بلدنا غزة. طبعا يا اخوان افتخر فيكم جميعا، بتشرف فيكم جميعا. اخوكم فلسطيني من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. واليوم يا اخوان حنكمل مع منتخب بلدي فلسطين. خلينا نشوف وين شو حقدم اليوم مباراة امام المنتخب الروماني. فحنروح على قارة اوروبا. فاحنا المنتخبات الحين اللي لعبنا معاهم هي المنتخبات اللي تلعب حاليا بطولة اليورو 2024. صراحة يعني انا ما توقعت انه كل من صربيا وصربيا ورومانيا وعندنا جورجيا والبانيا عم بيلعبوا في اليورو، بالاضافة بالاشتراك مع سلوفاكيا. يعني حتى انا ما توقعت اللعبة راح تضيف هاي منتخبات يعني. فاحنا لعبنا مع جورجيا تم، ولعبنا مع صربيا تم، ولعبنا مع سلوفاكيا تم، وباقي عندنا رومانيا، وباقي عندنا البانيا. فباذن الله بعدين راح نرجع نكمل، بعدين راح نلعب ضد المنتخبات المضيفة اصلا في اللعبة من زمان، واللي هي منتخب اسبانيا والبرتغال وسويسرا، سلوفينيا والمجر والنمسا وفرنسا وبلجيكا وانجلترا. فمن هالمنتخبات يا اخوان طبعا احنا بنحب نقول شكرا للخمس دول الاوروبية اللي هم اسبانيا بلجيكا، وعندنا كمان يا اخوان سلوفينيا وارمينيا، وعندنا ايضا النرويج وايرلندا. نقطة تصوير نرجع لكم. فنرجع نكمل يا اخوان. بقول لكم احنا هنرجع بعدين نلعب امام المنتخبات اللي اصلا انضافت في اللعبة من زمان، مش من زمان يعني خلال هالفترة، وهي هاي المنتخبات اللي دائما موجودة من قبل وموجودة لحد الان. وبعدين ممكن نلعب ضد المنتخبات المنتخب الاسباني والبرتغالي، ايضا حتى ممكن الايطالي ليش لا. وممكن نلعب ايضا امام المنتخب سلوفينيا وسويسرا والمجر والنمسا وفرنسا وجمهور تشيك وما بعرف مين. فاحنا نحب نقول احنا للخمس دول الاوروبيه شكرا لنا على اعترافهم بالدوله الفلسطينيه بشكل رسمي. شكرا لاسبانيا، وشكرا ايضا ل سلوفينيا وايرلندا والنرويج، وشكرا ايضا لارمينيا. شكرا لهم يا اخوان. هذول دول الخمسه اللي اعترفوا، دول اثبتوا انهم محترمين مع القضيه، وقفوا جنبنا بالقضيه اكثر مما احنا نتوقع. حتى شفتون هذول الدول اللي امامكم اللي لحد الان مش معترفه الدوله فلسطين، برضو شعوبهم واقفه معانا. يعني الشعوب يعني الله، يعني الاجانب عاملين شغل كتير عالي. وصراحه احنا نحب نشكر كل اخوان العرب الاحرار لحد الحين اللي وقفوا مع القضيه لحد الان ولم يتنازلوا عنها. طيب يا اخوان احنا ايش راح نعمل هالمرة؟ احنا راح نغير شيء بسيط، وبدل ما نخليها داي نخليها نايت، وهنخلي كل شيء نتأكد بس ما هو عليه بلنتيات تمام التمام. وراح نغير التشكيل حقنا. احنا ما راح نلعب على اسلوب الكويك كاونتر. اتوقع
يعني خلينا احنا نلعب على اسلوب الكويك كاونتر، انه مدربنا اصلا بيلعب على اسلوب الكويك كاونتر. وخلونا يا اخوان نلعب بخطة 4-2-1-3. احس هاي خطة كثير يمكن تناسب اسلوب لعبنا اليوم امام المنتخب الروماني، خاصة ان المنتخب الروماني بحس منتخب متطور شوي، وبيلعبوا احنا اسبانيا، لا احنا قلنا منتخب رومانيا، بس برضو الاصدقاء الاسبان حبايبنا، لكن اليوم احنا مباراتنا امام المنتخب الروماني. فتمام، فهنحط خطة 4-2-1-3، خاصة ان المنتخب الروماني قلنا بيلعب على الاسلوب ايش؟ اللي هو اللونج بول كاونتر، اللي هي الكرات الطويلة المضادة. يعني في هون بعض الاسماء اللي ايش عندهم تحترم، اوكي. ف يعني هاي اللعيبه حتى بدون انديه اول مره اشوفهم، يعني منتخب الروماني اول مره اشوفه باللعبه باللاعبين تبعون الاصليين حتى، يعني خلاص يعني اصلا ليش يا اخوان انا قاعد اصوركم المنتخبات الحين قاعده بتلعب في اليورو، انه يمكن فتره وبعدها راح تروح، يعني بتبطل موجوده. فهمتوا كيف؟ فبسم الله الرحمن الرحيم، فعندنا منتخب بلدي فلسطين امام المنتخب الروماني. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بعرف كيف مستوى منتخب الرومان. اذا منتخب بلدي فلسطين، وكل تحية لاهل فلسطين والاهل غزة، والله ينصرهم يا رب وينصر بلدنا وشعبنا. اخوكم فلسطيني من حي شجعية شرق مدينة غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. منتخب بلدي فلسطين منتخب متطور، اعشق بلدي فلسطين، كوني فلسطينيا يشعرني بالسعادة. الحمد لله اني فلسطينيا من غزة من حي الشجاعية. كرة من جانب المنتخب الروماني، والحكم يطلق الصافرة وثم استكمال اللعب. كرة من سامر زبيدة، محمد صالح، ياسر حامد يلعب كرة لرامي حمادة، ياسر كاميلو إلى ياسر، عطاء عدي، يا سلام يا سلام، محمود يعود بالكرة لكاميلو، تامر البطل المتألق خلال المباراة الماضية، مان ياسر حامد، كرة من مارن سانسيو، كومان، محمد صالح، يا سلام. ألم أقل لكم أن هذه الخطة تناسب مع أسلوب لاعبينا؟ أشتو عطاء جابر، يا سلام يا سلام، يلا يا محمود بدل يا محمود والحارس عدي دباغ، سامر زبيدة، اوهو جول لمصلحة منتخب بلدي فلسطين. تامر الصيام، اخيرا هدف اولي في المباراة، اخيرا هدف وحيد. الهدف الاول يأتي عن طريق تامر، يا سلام عليك يا تامر يقول أنا منقذ فلسطين، أنا منقذ المنتخب الفلسطيني، مشرف المنتخب الفلسطيني مع كل لاعبينا في المنتخب. هنا تسديدة والحارس نيتا. إذا هدف أول على المنتخب الروماني. لحد الآن المنتخب الروماني يقدم أداء مقنع. مصعب البطاط، يا سلام يا سلام. عبيدة عبيدة مين؟ عدي، لخبط. كرة خطيرة لمصلحة المنتخب الروماني. وحش محمد الرشيد. الحمد لله هدف أول
لمصلحة المنتخب الفلسطيني على المنتخب الروماني بهدف نظيف واستحواذ قليل للمنتخب الروماني، بينما نحن نضغط على المنتخب الروماني لتسجيل المزيد من الأهداف والفوز في المباراة. كومان، تامر صيام، تامر، نعم تامر، هذه ليلة تامر الصيام سجل هدفين تامر أمام المنتخب الروماني. إذا هذه مباراة يظهر فيها تامر بشكل كبير جدا. تامر متألق، تامر. صافر من الحكم، ماذا يقول الحكم؟ حكم شوي على لاعبينا، شوي لاعبين منتخب بلد فلسطين. اي شيء بصير لفلسطين بلدي بتاكل هوا. منتخب بلدي فلسطين منتخب، قلت لكم منتخب متطور. الحمد لله يا اخواني ان فلسطين من غزة، وعندنا رجال وعندنا مقاومة عندنا عدي دباغ، عدي يصل عدي دباغ ايضا يقوم بالتسجيل. رأى تامر قال انا ايضا هنا سأسجل انا ايضا. رائع يا عدي دباغ، عدي حطها على يمين الحارس، كرة لا تصد ولا ترد. هذه ليلة تامر وليلة عدي الدباغ. يا سلام، كلاهما متألقين اليوم. يا سلام عليك يا تامر، ماذا تفعل يا تامر؟ تامر الصيام يريد كسر الصيام. تامر يرجع بالكرة لعدي الدباغ. كرة فيها ركلة ركنية. تامر الصيام، كاميلو، حلوة يا كاميلو أراد أن يسجل أيضا. الكل يريد أن يسجل، الكل يريد أن يثبت وجوده في المباراة. حلوة يا محمود محمود، والدفاع يبعد كرة محمود وادي. ياسر حامد، كاميلو يلعب الكرة إلى تامر الصيام. تامر ماذا يريد أن يفعل تامر يصنع، نعم. ومن هذا الذي يسجل؟ هذا محمود وادي، أيضا محمود وادي يقول لا تنسون أنا أيضا، لا تنسوني أنا أيضا سأسجل. الكل يريد أن يسجل على رومانيا، الكل يريد إلى انضمام هذه الحفلة من الأهداف. تامر الصيام والتسلل. إذا الرباعية على المنتخب الروماني، إذا هذه الخطة أثبتت فعليا أنها خطة قابلة لتسجيل مزيد من الأهداف، سوف أعتمدها بالفيديوهات، سوف أعتمدها دائما. إذ لم يكن كذلك سوف أعتمد خطة أخرى تساعدني على الفوز في المباريات. ياسر حامد، كاميلو، يا سلام يا كاميلو، يلا يبعد بالكورة، العب. سامر زبيدة إلى عدي الدباغ. الله، تحية عسكرية فلسطينية من عدي الدباغ، يقول ها أنا أتيت لكم بهدف آخر. أي هدف من جانب عدي الدباغ، نجم شارلول البلجيكي. يا سلام عليك يا عدي، يتساوى مع تامر، أيضا هو يسجل هدفين، ويقول لتامر نحن كلانا أفضل لاعبان في المباراة، سجلنا هدفين والباقي على لاعبين المنتخب. محمد رشيد سيسجل
الكل كما قلت لكم الكل يريد أن يسجل. هذه لجنة استثنائية. فلسطين تضرب بلادي فلسطين تضرب بدون رحمة بالستة على المنتخب الروماني. جول. يا سلام يا سلام يا سلام. 6. شباك نظيفة. كاميلو. يا سلام عليك يا كاميلو. تامر 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 اليوم ماذا فعلت؟ سجل هدفين، صنع هدف رهيب تامر. إذا رجل المباراة تامر الصيام باعتقادي، ويليه عدي الدباغ، ثم سيأتي محمد الرشيد. إذا فزنا في المباراة بسداسية نظيفة بشباك أيضا شباك نظيفة. استحوذنا كثيرا، فزنا بالستة. يا سلام يا سلام يا تامر. نعم، إذا تامر الصيام هو رجل المباراة، ويليه عدي الدباغ، ثم محمد الرشيد، ومحمود وادي يأتي بعده سامر الزبيدة. إذا لا أحد سيئا في المباراة، الكل تعملق، الكل تألق، الكل ساهم. دعونا الآن نرى أسوأ اللاعبين في المباراة: بورسا، بانسو، آتيو، ومارن، وكومان، وأيضا مان. دعونا نرى الآن مهرجان الأهداف. هذا الهدف الأول هدف تامر الصيام. انظر إلى تسديدة تامر. يا سلام يا سلام يا تامر. تامر الصيام، تسديدة جميلة من تامر الصيام، وهدف جميل ولا أروع. وهنا أيضا مرة أخرى تامر يسجل تامر الصيام على يسار الحارس، ويقول: أنا هنا عدي الدباغ، بكرة قوية، بمراوغة، بتسديدة. يا سلام يا سلام يا سلام يا عدي. عدي مبدع. هنا كرة من محمود وادي، هنا صناعة من تامر الصيام كما قلت لكم. والتخصص تامر الصيام يصنع هدف لمحمود وادي. هنا عدي الدباغ بتسديدة قوية وبهدف ولا أربعة، بتمريرة من ساحرة من سامر زبيدة. يقول: تفضل يا عدي، سجل يا عدي، ليس لنا أمل إلا غيرك. انظروا محمد الرشيد أيضا يسجل، يقول: أنا أيضا أنضم لحفلة الأهداف هذه، مهرجان الأهداف وطوفان الأهداف. إذن إلى هنا نكون قد انتهينا. أراكم بفيديو آخر أمام منتخب الباني. سلام.